استمع إلي جيدا، فهناك موت أخطر من موت الجسد، موت إذا أصابك جعلك تمشي بين الناس وأنت في الحقيقة بلا حياة. إنه موت القلب. قد ترى نفسك تصلي كل يوم، لكنك تؤدي الصلاة كعادة، تركع وتسجد ولا تشعر أنك بين يدي الله، تقرأ الفاتحة وكأنك لم تسمعها من قبل. قد تسمع القرآن، لكن آياته تمر على أذنيك دون أن تحرك فيك مشاعر الخشية أو الأمل. وقد تذكر الله بلسانك، تقول سبحان الله واستغفر الله، لكن قلبك غافل، لا يعيش مع الكلمات ولا يشعر بمعانيها. تجد نفسك تميل إلى المعصية بسهولة، بينما الطاعة تصبح ثقيلة على نفسك. تذنب ولا يوجعك قلبك، ولا تدمع عينك، ولا تشعر بالندم. تمر بك المواعظ والخطب والآيات وكأنها لا تعنيك، لا تهز فيك ساكنا، ولا توقظ فيك شعلة الإيمان. إنها العلامات، علامات الخطر. إذا رأيتها في نفسك فاعلم أن قلبك على حافة الموت، وربما مات بالفعل. والقلب إذا مات لم ينفعك مال ولا جاه ولا قوة، لأن الله ينظر إلى القلوب والأعمال، لا إلى الأجساد والمظاهر. لكن الخبر العظيم أن قلبك يمكن أن يحييه الله مهما كان حاله. نعم، هناك أمل، بل باب واسع لا يغلق أبدا لمن صدق مع الله. قم الآن، توضأ بصدق، واذهب لتصلي وكأنها آخر صلاة لك في الدنيا. عش كل كلمة في الفاتحة وكأنك تسمعها من الله مباشرة. افتح المصحف وتدبر كل آية. توقف عند الوعيد وارتجف، وتوقف عند الوعد وابتسم، وابكي من شدة الشوق لرحمة الله. ابتعد عن كل طريق يبعدك عنه، ولو كانت نفسك تتوق إليه، وأكثر من الاستغفار. واجعل لسانك رطبا بذكر الله، لكن هذه المرة اجعل قلبك حاضرا. تخيل أنك تناجي من بيده حياتك وموتك. حارب غفلتك، لا تجعل الشيطان يسرق قلبك. قاوم واجتهد، وقل من أعماق قلبك: يا رب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وأحيه بذكرك. لا تضعف، لا تتراجع، ولا تستسلم، لأنك إذا خسرت قلبك فقد خسرت حياتك الحقيقية، وإن حفظتها فقد فزت بالدنيا والآخرة.